السلام عليكم. انا هوريك دلوقتي بالصوت وبالصوره جنون عمرو اديب، وطالع يلطم ويصرخ ويولول على الهوا. الراجل في حاله ذهول، في حاله هستيريه، بعد ما الزمالك خسرت 3-0 من البنك الاهلي وخرجت من كاس رابطه الانديه المصريه في 2023 السنه دي. وهو هيوصف لك الزمالك في 2023 حالها ازاي، لدرجه انه وصف انها حالها بقى خرابه. نادي الزمالك اصبح نادي الخرابه، وفرقه الزمالك فرقه خرابه. هو هيقول لك الكلام ده، هتسمعه بودنك. الراجل طالع في حاله لا باس بها، يعني بص، راجل عنده حاله جنون رسمي. هتسمع دلوقتي عمرو اديب بطريقه فظيعه، يعني الله يكون في عونهم. بس قبل ما نسمع عمرو اديب، اتمنى من حضرتك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتشير الفيديو وتحطوا له لايك جميل. وتعالوا بقى نسمع عمرو اديب وهو بيوصف لك الزمالك في 2023 وحالها اللي بقى خرابه. يلا بينا نسمع عمرو اديب. الزمالك اتغلب من البنك الأهلي 3-0 في عام 23. الزمالك لعب 17 ماتش، اتغلب في 10. رقم قياسي عالمي جديد لنادي الزمالك. احنا ما بنتكلمش على فرقة، احنا بنتكلم على خرابة. واللي مش مصدقني يبص للجون التاني. الجون التاني امبارح لما اتفرجت على الاجوان النهارده توري لك حالة فرقة نادي الزمالك، الخرابة. الكورة اتلعبت كأنها اترمت في خرابة، اترمت ورا دفاع الزمالك اللي خرابة.